السلام عليكم ومرحبا بكم متتبعي الافاضل. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم في مطبخ زكريا رايحين نديروا مملحات رائعه، يعني تجي خفيفه هشيشه، اون بات يعني يمكن جديده عليكم وكاين يمكن تاني اللي يعرفوها وتصلح للشهر الكريم، يعني استبدال للبوراك او البريك او كل واحد وكيفاش يسميه، باش نغيروا شويه. هنا واش راح ندير؟ هنا عندي كسرونه كما راكم تشوفوا، وكما راكم تشوفوا عندي نصف كاس نتاع الحليب، والكيل اللي يكون عندكم، يعني الكاس ماشي مشروط يكون كيل كاع كيف كيف. هنا عندي نصف كاس تاع حليب، راح نزيد له نصف كاس نتاع الماء، راح نزيد له 3 ملاعق نتاع الزيت. اولا نزيد ملعقه كبيره نتاع السكر هكا، و3 ملاعق كبار نتاع الزيت هكا. بسم الله، وحده زوج 3، وراح نحطهم فوق النار. راح نخلط شويه باش يذوب لي السكر ونحطهم فوق النار، رايحين يعني يدفاو، ماشي يغلاو، ماشي الى درجه الغليان، نخليهم يدفاو ونعاودو نتلاقاو. هنا بعد ما حمالي يعني سخن لي هنا المقادير تاعي الحليب والماء، راح نزيد ملعقه كبيره نتاع خميره الخبز، ولكن حذاري قلت لكم ما لازمش يعني تسخنوه حتى درجه الغليان. راح نخلط نغطيه ونخليه يمكن 10 دقائق ولا يتفاعل الخليط ونعاودو نتلاقاو. هنا كما راكم تشوفوا، ها هو بعد ما تفاعل لي يعني الخليط تاعي، شوفوا كيفاش رجع. راح نزيد 2 ملاعق نتاع الياغورت الطبيعي هكا. اذا ما توفرش تقدروا الا كان عندك يعني لا كريم فريش في الدار تقدري تاني ديريها، او اللبن تقدري يعني ديري تاني 2 ملاعق كبيره البن. نخلط ونبدا يعني نزيد في الفرينه، نزيد الفرينه بسم الله. وما ننساش بلي ما درتش الملح، راح نزيد الملح قد ملعقه صغيره يعني مش معمره تاع ملح، ونلم يعني العجين تاعي. هنا راح نزيد مع هاد المره تاع الفرينه، يعني راح نزيد ملعقه صغيره نتاع خميره الخبز، عفوا تاع خميره الحلوى هكا. ونلم لاباط تاعي والعجينه تاعي ونعاودو نتلاقاو. ها هي العجينه تاعي راني لميتها كما راكم تشوفوا، هذا هو القوام تاعها، يعني ما تجي طريه ما تجي قاصحه، هذا هو. دروك واش ندير؟ راح نغطيها ونخليها تريح هكا، نخليها تريح تخمر يعني، وحنا نروحوا للعجين للحشو، عفوا نروحوا للحشو. هنا كما راكم تشوفوا في الحشو درت بصل قطعته مربعات صغيره، فلفل احمر مربعات صغيره، فلفل اخضر كيف كيف، فلفل اصفر. اذا ما توفرش يعني 3 الوان تقدروا ديروا غير وحده، يعني تنجموا تستغنوا على وحده فيهم. راح نديرهم يتقلاو، نزيد لهم شويه ملح ونخليهم يتقلاو يعني حتى يدبلوا مليح ونعاودوا نتلاقاو. هنا كما راكم تشوفوا بعد ما تقلات لي الفلفله والبصله، هنا درت حبه طماطم نقيتها، يعني نحيت لها هذاك الغطاء تاعها وقطعتها مربعات صغيره، وراح نزيد فصه تاع الثوم هكذا،
فصة تاع الثوم، ونزيد فلفل اسود، شويه تاع فلفل اسود، ونخليهم تاني، نخلي هذا المقادير تاوعي تتقلى هكا. بعد ما تقلى لازم تنشف لي تماما، لازم تنشف، يعني الحشو تاعي لازم ينشف تماما. كي ينشف ان شاء الله نطفي عليه، نعاودو نتلاقاو. كما راكم تشوفوا بعد ما يعني برد لي الحشو تاعي، ها هو ليكم، يعني ما لازمش يكون فيه كامل الماء. والبنات الثوم يعني ديروا فلق صغير كما نقولوا، ولا ديروا الا كان كبير ديروا نصه. هنا راح نزيد، هنا راني صفيت الطون تاعي، علبه كبيره تاع الطون، نقول لكم شحال فيها، 195 غرام. اذا كانوا علب صغار ديروا زوج. ها هي لكم باش يدي بزاف الذوق تاع الطون. راح نخلطهم مع بعض، ونزيد الجبن المحكوك معاهم، الجبن المحكوك. انا عندي موتزاريلا، لا عندكم اي نوع واحد اخر ديروه معليش. لهنا بعد ما فتحت العجينه تاعي، جبت انا بورت بياس، بعد ما خمرت بيان سور، خليتها خمرت مليح، طلعت مليح يعني. وراح نطبع هكا، وندير الحشو تاعي هنا يعني في وسط العجينه بهذه الطريقه. نوريكم وحده ونكمل لنا اللي بقى. راح ندير هكا الحشو. تحبوا تزيدوا فرomاج فوندو، انا راح نزيد شويه فرomاج فوندو. ها هي ليكم، انا زدت فرomاج فوندو، وراح نغلق بهذه الطريقه هكذا، يعني نغلق مليح هكذا. وبيان سور يعني طاوله العمل تاعي راني درت لها هذاك هنا الفرينه. هنا راح ننقش بهذه الطريقه. شوفوا يعني غير التزيين، اللي تحب ديرها ديرها، ما تحبش ديرها، لها الاختيار. شوفوا كيفاش تجي، شحال تجي شابه الحبه تاع الشوسون تاعي او لي سوفلي. راني دايره ان بلاك قدامي، وراني شاعله الفرن تاعي، راهو مشعول 180 درجه مسبقا. راح نكمل ندهنهم بصفر البيض وشويه خل او شويه قهوه كحله، يعني طيبه ولا كيما تحبوا، وندخلهم للفرن. الفرن تاني ما يشدوش بزاف، وكل وحده والفرن تاعها البنات، كل وحده والفرن تاعها. ونعاودو نتلاقاو في صحن التقديم. السلام عليكم.